النهارده كانت قرعه دوري ابطال اوروبا وكل المواجهات تقريبا متوازنه، بس في شويه مواجهات كده من الزمن القديم، كل فرقه جايه تخلص الطار بتاعها من الثانيه. حبيبي 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 الليفر اللي كان وحشني، بقالنا كتير ما اتقابلناش. ابعد عنا، بص رجلك، ابعد عنا، عايز تاني ابعد على رجلك امك خلاص ده. ابعد عني بدل ما اشك في وشك، ابعد عني يا عم، ابعد عني قلت لك مش عايز اديك. اهم مواجهتين كده بالنسبه لنا كان ريال مدريد وليفربول، ماتش اللي بقالنا حوالي 5 شهور ما شفناهوش مثلا. يعني القرعه اتعملت ومحمد صلاح لحد دلوقتي ما نزلش اي تصريح، بس هو هتلاقيه بيدعي على كلوب تقريبا ان هم طلعوا تاني. احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. انا مستني بقى اشوف فينيسيوس هيعمل ايه في جوميز ولا كوناتيه، وفان دايك واقف بيتفرج عليهم ومقنبر، والواد فالفيردي يجي يديله واحده من بره ولا اي حاجه، وفينيسيوس برضه هو بياخد الفدادين اللي ورا ارنولد يزرع فيها. بس نتكلم بالعقل كده بصراحه، لسه بدري قوي على دور ال16، لسه المواجهات هتبقى هيكون ليفربول رجع له كل القوام الاساسي بتاعه، والنادي دلوقتي اتعرض للبيع، يعني ممكن حد يشتريه، ممكن نشوف فلوسه عز بقى، ممكن نشوف لعيبه جديده في يناير جايه تدعيم لليفربول. لكن ريال مدريد هيدخل المقابله زي ما هو كده، مفيش تدعيمات ولا في اي حاجه، ممكن بنزيما يبقى ساعتها في الفورمه بتاعته. اتوقع الماتش هيبقى كبير جدا. بعد ما الريال يفوز ان شاء الله، جماهير الليفر برضه هتفضل مستنيه كلوب كده تحتفل معاه، عشان هو ايه، قشطه الراجل بعد ما بيخلص الماتش بيروح يحتفل مع الجماهير ويديهم واحده. ادي يا ابني. انا من غير الجرينتا دي مش هعرف اعيش بصراحه. لسه بدري وممكن التوقعات بتاعتنا كلها تتغير. انا كواحد مدريدي بتمنى ان شاء الله الريال يصعد دور الثمانيه. الماتش اللي بعده بقى هنروح لحبيبنا ميسي وهو بيقابل بايرن ميونخ بقى بعد اول ماتش من ساعه ما مشي. باريس سان جيرمان au revoir le Champions League. علي يعني انا مش عارف، هو انتوا ورايا في ايه يا عم؟ بايرن ميونخ، ما اوروبا كلها يا عم مفتوح. اروح برشلونه تلعبوني كل موسم، اروح الباريس تقابلوني، في ايه؟ انا عايز العب شويه. بس خلينا نتكلم بجد، الماتش ده اي حد بيبقى قاعد بيتفرج عليه بيبقى مستمتع. الماتش هجمه هنا وهجمه هنا، انت بتنهج من كتر الجري اللي في الملعب. الماتش هيبقى صعب على الطرفين، بس انا اتوقع او اتمنى ان البايرن هي اللي تصعد على حساب باريس. بعد كده بقى في شويه مواجهات متوازنه جدا بين الفرق، او حاليا عشان احنا لسه قبل كاس العالم بنقول ان هي متوازنه. يعني مثلا ميلان وتوتنهام الاثنين شويه على سطر ويسيبوا سطر، اتوقع اللي هيصعد هيكون توتنهام. نروح بعدها تشيلسي ودورتموند نفس الكلام، الاثنين متخبطين شويه، يفوزوا شويه يتعادلوا شويه يخسروا شويه كده. بس على بعد كاس العالم اعتقد تشيلسي الوضع هيكون متغير. انا برشح تشيلسي ان هي تصعد على حساب دورتموند. كلوب بروج وبنفيكا، والله انا استحي ان انا ارشح حد فيكم اساسا يا ولاد الكلب. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا محدش يعرف عنكم حاجه. نعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ نرشح بنفيكا، يلا مش مشكله. نابولي وانتراخت فرانكفورت، طبعا نابولي بيمر بموسم جامد جدا وانا برشح نابولي. انتر وبورتو، بورتو مقدم مستوى ممتاز قوي السنه دي في دوري الابطال، بس اعتقد ان انتر ممكن يحصل له تدعيمات في الشتاء. ماتش لو على حالتنا دلوقتي لا هرشح بورتو، انما لو حصل تغييرات وحصل تدعيمات في الشتاء الانتر انا اكيد هبقى برشح انتر ميلان. او نشوف بقى الفرق الكبيره دي لما تصعد دور الثمانيه كلهم مع بعض، شويه من الكلاسيكيات بتاع الزمن الجميل بقى، ونتفرج على شويه كوره بقى. الدنيا رايقه معاك يا عم جوارديولا على الاخر، مشتري كل ازايز الميه واخد ورك فرخه تمصمص فيه، وهتغسل ايدك بازايز الميه اللي انت جايبها، لا من شاف ولا من ديري. دايما كده طريقك سالك لحد ما تيجي قبل النهائي ولا حاجه تقوم مقابل اي فريق وتقوم طالع. بس اقول لك على حاجه، فما حاجه. يبقى دي توقعاتي لدوري الابطال، طبعا ممكن تتغير كلها او ممكن انا ما اطلعش صح، دي توقعات شخصيه. انت كمان قول لي توقعاتك ايه في الكومنتات، وقول لي مين الفريق اللي انت بترشحه ان هو يفوز بدوري الابطال السنه دي. قرعه الدوري الاوروبي كده باختصار شديد، اي حد كنت تقول له مين هيقابل مين في دور ال16 المؤهل هيقول لك مانشستر يونايتد وبرشلونه، معروفه مش عارف ليه، تحس ان الاثنين صعدوا عشان يتقابلوا. يعني كريستيانو هيقابل برشلونه تاني، بس الغريب مش في كريستيانو بقى، الغريب في عمك ده اللي هيقابل برشلونه من تاني. كاسيميرو هيرجع بقى يلعب على ليفا بقى، ونشوف كلاحه وياكل واحد بالنص ويضحك الضحكه السمجه بتاعته. الماتش هيبقى جميل، بس انا بعتقد ان كريستيانو اصلا هيمشي في يناير من مانشستر، فما اعتقدش انه هيقابل برشلونه، الا لو قعد طبعا هيقابل برشلونه. يوفنتوس هيقابل ابننا مصطفى محمد نانت الفرنسي، لسه برضه بدري على الماتشات دي، ممكن الدنيا تتغير في ثواني، في يوم وليله الدنيا بتتقلب. كاس العالم هيبقى في نص الموسم، مين هيتصاب او مين هيبقى في حالته او مين هيرجع فورمه او مين هيرجع يتالق، مين هيتالق في كاس العالم هنشوفه في يناير في فرقه كبيره، لسه هنشوفه. مستني اشوف ارائكم في الكومنتات. سلام.